السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في اللون. اليوم نتحدث على العلاقة الإسبانية المغربية. كيف ما كنعرفوا بزاف ديال المشاكل وقعت بين المغرب وإسبانيا، وبطبيعة الحال البلدين وقعوا على اتفاقيات في شهر 4 2022 ملي مشى الرئيس ديال إسبانيا عند المغرب باش يرغب المملكة المغربية ترجع العلاقات مع إسبانيا وتحمي الحدود الإسبانية في سبتة ومليلية. وخصنا نذكرو مزيان بأن هداك اللقاء ماشي كان لقاء عادي، كان لقاء يعني من أعلى لقاءات وأهم لقاءات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، حيث هذا اللقاء كان فيه واحد من قبل وواحد من بعد. اش كيعني هاد واحد من قبل وواحد من بعد؟ اسبانيا كيستعمل بزاف هذا المصطلح باش نقولوا بان العلاقات الاسبانيه السابقه مع المغرب مشات داها الواد، اما العلاقات الحاليه بين المملكه المغربيه واسبانيا هي علاقات جديده ومباشره بين الحكومتين المغربيه والاسبانيه. وهذا الشيء اولا كنشوفوا الرئيس الحكومه المغربي اول مره كيستقبل رئيس الحكومه الاسبانيه هو بنفسه، يعني خلي من اللي مشى الرئيس الاسباني في شهر 4 استقبلوه حتى هذيك المره الرئيس الحكومه المغربيه، لكن من قبل ما كانش هذه الاستقبالات، حيث الاستقبالات كانت كتم على الطريقه الملكيه، يعني الملك محمد السادس او اي ملك في المغرب هو اللي كان كيستقبل رؤساء دول العالم. لكن دابا ولا الرئيس الحكومة هو اللي كيستقبل رؤساء دول العالم، خاصة ما يتعلق بإسبانيا. ومن بعد هذا الاستقبال الرئيسي وحتى في إسبانيا علنوا بأن كل الاستقبالات والمشاورات والاتفاقات سيتم يعني اتفاق عليها بين الحكومتين والرؤسين، يعني والرئيسين المغربي والإسباني، ولم يذكر أن سيكون هناك لقاء مع الملك المغربي. والجرائد الإسبانية تقول أولا أن المغرب بهذه الطريقة أو بهذا الاستقبال يريد أن يعطي صورة جديدة للعالم، وهي أن المملكة المغربية لم تعد ديكتاتورية، بل أنها أصبحت دولة ديمقراطية، ورئيسها هو من يتكلف بالسياسة العامة والخارجية والاقتصادية وفي جميع المؤشرات الآمن والباقي الأشياء في المملكة. ثانيا يقولون أن يمكن أن تكون يعني رسالة للعالم أن المملكة لم تعد تحت السيطرة الملكية، بل تحت السيادة الشعب والحكومة المختارة من طرف المواطنين المغاربة. وفي نفس الوقت يقولون أن في بعض يعني هناك يا إما يريدون أن يبعثوا برسالة ديمقراطية أو يريدون بعث رسالة لإسبانيا، وهذه الرسالة هي أن كل الاتفاقات التي سيتفق عليها بين المملكتين والتوقيعات على هذه الاتفاقات ستكون بين الحكومتين، وهذا لا يعني السيادة للبلدين. علاش جبنا السيادة؟ حيث السيادة في المغرب بزاف ديال الناس وبزاف ديال المواطنين كنعرفوا بأن السيادة هي الله الوطن الملك، يعني كيتكلف الملك بالسيادة وبالسياسة الخارجية كيف ما كتقول الدستور، وبالسياسة الأمنية كيف ما كيقول الدستور، يعني هو الرئيس العام للقوات المسلحة وهو الرئيس الدولة، يعني الملك محمد السادس هو الرئيس الدولة والرئيس أركان الجيش العامة. أما الرئيس الحكومة فهو بالنسبة للدستور المغربي هو فقط مكلف من طرف الملك المغربي من أجل تسيير الأوضاع داخل المملكة المغربية اقتصاديا أمنيا، يعني كل الأشياء داخلية للمملكة، لكن ليس لديه قرارات أو علاقات فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. لكن في الزيارة ديال بيدرو سانشيز في عام 2022 في شهر 4 أبريل من القصر الملكي، في هذيك اللحظة تلاقى بالملك محمد السادس، ومن بعد يعني من بعد ساعة ديال التشاورات بين الملك
والرئيس الحكومة الإسباني. خرج رئيس الحكومة الإسباني من القصر في الرباط، من القصر الملكي في الرباط، وقال بالضبط أن لقد اتفقنا على الكثير من الأشياء، ولقد أعلنا أن هناك طريق التي ستذهب فيه أو سيذهبان فيه المملكتان لحتى إنجاح اللقاءات المقبلة، وأيضا إنجاح العلاقات الدبلوماسية والأمنية بين البلدين، وأن سبت ومليليا هم أراضي إسبانيتان وليس مغربيتان، وأن هذا الموضوع لن يتم التحدث عنه أبدا، وأن إسبانيا تساند السيادة المغربية على أقاليمها الجنوبية، وتساند المقترح الحكم الذاتي التي تقترحه المملكة المغربية لهؤلاء الأقاليم الانفصاليين في جنوب المملكة المغربية. وهنا غادي نوقفوا. يعني قال بأن سبتة ومليليا ما عندها حتى شي علاقة بالمغرب، بل أنها أراضي إسبانيتان وليس مغربيتان، وأن إسبانيا لن تتشاور ولن تتنازل على سبتة ومليليا. لكن رأينا أن كان هناك تنازلا من طرف إسبانيا للمغرب، وهو فيما يتعلق بالصحراء المغربية. إسبانيا أعلنت موقفها، وهي التي كانت آخر مستعمر لهذه الأراضي في الصحراء المغربية، يعني في القارة الإفريقية، كانت آخر مستعمرة من طرف الإسبان. واخا إسبانيا مشات خلت الصحراء وبقات هي السيادة، يعني بقات لها السيادة أمام الأمم المتحدة حتى يومنا هذا. فبالنسبة للأمم المتحدة من يسير الصحراء المغربية ومن يتحكم في قرار الصحراء المغربية هي إسبانيا وليس المغرب، بل أن المغرب فقط احتلها وليس لديه أي سيادة على هذه الأقاليم. هكذا تقول الأمم المتحدة. وهو المسؤول الأول أمام الأمم المتحدة على ما يجري في الصحراء المغربية ليس المغرب بل إسبانيا، رغم أن في هذه الأيام الأخيرة بدأوا يتحدثون على الكثير من المشاكل التي بسببهم نرى أن المغرب يصبح مشكلة، أو يصبح عفوا هو يعني المسؤول على ما يجري داخليا، لكن على الأرض وليس في الجو. فالجو تحت السيادة الإسبانية حتى يومنا هذا، وإسبانيا ترفض التنازل على الجو الصحراء المغربية بتاتا حتى أن يتم إقرار يعني المصير للشعب الصحراوي المغربي، أو يعني أن تعترف الأمم المتحدة بالسيادة للمغرب في الصحراء المغربية. حتى يومنا هذا فالسيادة الجوية في الصحراء المغربية ليس للمغرب بل لإسبانيا. واخا من بعد كل هذا الشيء اللي قلنا دابا غادي نهضروا على سبتة ومليليا. سبتة ومليليا بزاف فينا عارفين وكنعرفوا بأنها دائما كانت يعني في جميع ألسنة الوطن المغربي، في جميع ألسنة الملوك، وفي جميع ألسنة الرؤساء الحكومة أو الوزراء الأوائل قبل 2011، وفي جميع الحكومات المغربية دائما تحدثوا على سبتة ومليليا كأن أراضي محتلة تحت الاحتلال الإسباني، وأن المغرب سيسترجعها في أقرب وقت. وآخر رئيس المملكة المغربية رئيس حكومة المغرب التي قال أننا سننتهي من مشكلة الصحراء المغربية وسنبدأ مع سبتة ومليليا لحتى أن نستكمل استقلالنا كاملا. والرئيس الذي قال هذا الكلام هو الرئيس سعد الدين العثماني، رئيس سابق للحكومة المغربية، يعني رئيس الوزراء في المملكة المغربية. وقال بالضبط، وكانت هناك رد قوي من الطرف الإسباني، فالكثير من الوزراء وحتى الرئيس الحكومة الإسباني ردوا على ذلك بأن يعني اليمين المتطرف المغربي، فالإخوان المسلمين يقولوا عنهم في إسبانيا أنهم إخوان المتطرفين أو الحزب اليمين المتطرف المغربي، يهاجم السيادة الإسبانية على سبتة ومليليا، وأن إسبانيا لن تتنازل أبدا على هذا الموضوع. وآخر أزمة على هذا الكلام أيضا كانت عندما بعث الرئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني إلى الأمم المتحدة رسالة ويقول فيها أن بين المغرب وإسبانيا لا توجد حدود برية بل فقط حدود بحرية، بل أن سبتة ومليليا هي أراضي تحت الاحتلال الإسباني، وهم فقط يعني نحتاج
إلى بعض الوقت لحتى أن نسترجعها، وبعد ذلك جاء ردا من جديد من طرف الإسبان، ورئيس الحكومة الإسباني بعث برسالة أيضا إلى الأمم المتحدة يقول فيها أن سبتة ومليليا هي أراضي إسبانيتان، وإسبانيا لن تسمح في أي شبر من أراضيها وسيادتها، وأن المغرب يعلم ذلك وجيدا. من بعد هذا الشيء كنا اللي قلنا دابا نرجعوا عاوتاني لسبتة ومليليا ونشوفوا الديوانة أو يعني الحدود الجماركية في هذه المدن سبتة ومليليا. من قبل كان هناك حدود جماركية في مدينة مليليا اللي غلقها المغرب سابقا، أعلن بأن هذه الحدود غير لا يوجد عليها اعتراف من طرف المملكة المغربية، لأن هذه المدينة ليس حدودية بل أنها مدينة مغربية، وهي فقط نقطة عبور للإسبان ونقطة عبور بين البلدين، لكن أن هذه المنطقة لا توجد فيها أي حدود جيوماركية أو ديوانة في هذه المنطقة. لكن في شهر 4 من مشى رئيس الحكومة الإسباني للمغرب بالضبط أعلنت إسبانيا بأنها غادي يفتحوا الحدود الجماركية بين المملكتين في سبتة ومليليا، وهذه الحدود هذه يعني الديوانة بين البلدين غادي تكون لصالح البلدين، وأن المغرب وافق على ذلك. وهذا يعني إذا المغرب وافق على الحدود الجمهورية بين المملكة بين المملكة المغربية وبين المملكة الإسبانية، فهذا يعني أن المغرب تنازل لصالح إسبانيا على هذه المدينتين مقابل الصحراء المغربية. وهذه يعني هذه المشكلة يعني أننا لن نسترجع أبدا سبتة ومليليا إلى يوم الدين. والكثير من الجرائد الإسبانية يتحدثون على هذا الموضوع، وخاصة أن الحدود الجماركية ستفتح في هذه الأيام، وبالضبط يوم 8 فبراير يعني يوم 8 من شهر 2 من هذا الشهر ستفتح بين المملكتين، وهذا يعني مباشرة اعتراف المملكة المغربية بالسيادة الإسبانية على سبتة ومليليا، وهذا كله بسبب الصحراء المغربية. ولهذا الموضوع رئيس الحكومة الإسباني التي ذهب هذه المرة إلى المغرب لن يستقبله الملك المغربي، وبالضبط يجب علينا أن نذكر أن في خطاب الافتتاح البرلمان المغربي للدورة الثانية تشريعية، عندما خاطب الملك محمد السادس من قبة البرلمان الشعب المغربي لأول مرة في التاريخ، الملك محمد السادس لم يذكر سبتة ومليليا كمدن محتلة وأن يجب علينا الدفاع عليهن لحتى أن نسترجعهن. مع الأسف هذا تنازل مغربي لصالح إسبانيا، رغم أن التنازل الإسباني لصالح المغرب على الصحراء المغربية هو مهم جدا، لكن هل الصحراء وسبتة ومليليا سيقبلان بهذا؟ رغم أن الشعب سبتة ومليليا بالضبط هم يعني سعيدون بهذا القرار، وسعيدون بأن سبتة ومليليا لن ترجع للمملكة المغربية بل أنها ستبقى إسبانية، والشعب سبتة ومليليا هم من يقول هذا الكلام، ويقولون بالضبط أنهم إذا لزم الأمر فهم مستعدون للحرب مع المملكة المغربية. وكل هذا هم أخبار من جرائد الإسبانية، وسبتة ومليليا مع الأسف ضاعت من أيادي المملكة المغربية، وكل هذا بسياسة خارجية التي كنا نثق فيها جيدا، لكن اليوم بدأنا نشك في طريق سيد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربية، لأن إذا تنازل حقا على هذه المدن فسيصبح أحد من الخونة المملكة المغربية وخونة للسيادة الوطنية للمغرب على الأراضي الريفية والأراضي الصحراوية. فنحن سبتة ومليليا ستبقى ريفية مغربية، وستبقى دائما في قلوب المغاربة أجمع، ولن نتنازل على شبرا
واحدا من أراضي الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في اللون.